ازيكم صحابي حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكفته واسرارها، كفته الحاتي وازاي تطلع منك متماسكه وكمان طريه ما تنشفش منك. وهنعمل مع بعض كمان الطرب بطريقه حلوه وسهله وان شاء الله يعجبك باذن الله. جميل اهوت الطرب عملته زي سندوتشات كده في العيش مع شويه طحينه، بيبقى جميل جدا ما شاء الله. يلا بينا نقول مقادير اللحمه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هيبقى معانا كيلو لحمة او على حسب بقى الكمية اللي عندك. هنحط عليهم بصل مبشور. انا الحاجات كلها حطيتها على بعض، بس انا هقول لكم المقادير حطيت ايه. حطيت بصل مبشور، اهم حاجة يكون مبشور مش متقطع. حطيت فلفل اخضر متقطع صغير، حطيت هريسة شطة اللي هي الحمراء. وهنحط بقى البهارات، هنجيب بهارات كفتة اللي هي الشوي، وهنجيب فلفل اسود، رشة فلفل اسود ورشة كمون ورشة ملح ورشة حبهان مطحون وجوز الطيب، وكمان ربع معلقة بيكنج باودر على نص كيلو، ونص معلقة بيكنج باودر على الكيلو. بتنفش معاكي صباع الكفتة وما تخليهاش كده رفيعة بعد الشوي، بتنفش كده معاكي وبتخليها يعني محافظة على شكلها. انا بحب اعمل مثلا كيلو ليه. بعمل جزء في الغدا والجزء التاني بشيله في اطباق كده وقت ما بكون مشغولة او مثلا بودي عيالي الدرس او كده. بطلع كيس من او طبق زي كده، بروح عاملة شوية وعاملة جنبيه شوية مكرونة او ناكله بالعيش، سندوتشات بالعيش كده. وطبعا الطبق اللي انا كنت بقلبه ده كان مية البصل، وحطيت عليهم شوية بهارات وشوية فلفل اسود وسنة كده من الملح. هنجيب بقى العصيان بتاعت الشيش طاووق زي ما انتوا شايفين كده، حطيت عصايتين جنب بعض وببلهم بمية البصل. وبعد كده بجيب الكفتة بتاعتي، بكون طبعا حطاها في التلاجة مثلا لمدة ساعة. لازما ما ينفعش تعملي فيها يعني على طول، تصبعها على طول، علشان طبعا بتحط المكونات فيها وبتضربيها في الكب او بتدمجيها في ايديكي، فكل دوت بتحس ان هي بتسيح معاكي شوية. فلازم تتسمغ في التلاجة حتى لو ساعة او نص ساعة. بعد كده طبعا بتسمغي برضو الكفتة وبتبليها بالمية البصل، وبتكون الشواية سخنة، وبتكون على طول بتحطي على الأسياخ على الشواية كده. وبعد ما تشوي خلاص بتجيب حتة فحم زي ما انتوا شفتوا، وبنحط عليها نقطتين كده من الزيت، تاخد بس طعم اللي هو الشوي بتاع بره. وما شاء الله الكفتة معايا مفكتش خالص، زي ما انتوا شايفين مفكتش وانتي بتشويها، وكمان ما بقتش رفيعة كده خالص، علشان انا حطيت فيها ربع بيكنج باودر، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر بتخليها محافظة على السمك بتاعها. وده بقى منديل اسمه منديل ضاني بتاع الخروف، بتجيبيه من عند الجزار، بتقولوا انا عايزه منديل ضاني. انا بفرده لكم كده على الطبق بوريكم شكله. ودي ميه بصل وعصره طماطمايه وبهارات وفلفل اسود وملح، بسيبه حوالي ساعه في التلاجة بالشكل ده، بياخد من طعم بقى البصل والطماطم والبهارات. لازما الخطوه دي يا بنات علشان خاطر طعم الطرب ما يكونش فيه دهون قوي، يعني طعم الدهون فيه بتبقى طبعا زيادة، عشان المنديل ده دهون اصلا. او الناس اللي ما بتحبش الدهون مش هتحبه، يعني ان هو تقيل شوية عن الكفتة بكتير. هو طعمه حلو بس للمحبين بقى الاكلات التقيلة. وهنجيب بقى الطبق اللي احنا كنا مفرزينه في الفريزر اللي هو الكفتة عادي. هو اصلا الطرب اللحمة بتاعته من جوه هي لحمة الكفتة بالظبط، بس ده بالليل بقى كنتش يعني الكفتة عملتها بالنهار لينا احنا، وبالليل لما جوزي جه عملت له الطبق دوت، عملته له طرب وصباع كفتة كده يعني كبير شوية علشان يتعشى بيه وكده اهوت. مع اني هو ما بيحبش الاكلات اللي هي التقيله جوزي، بس عملته له وسويته له كويس عشان خاطر نسبه الدهون برضو تنزل كده وتسيح. وكمان رشيت له عليه كده شويه طحينه بقى مع الساندوتش،
هتشوفوه دلوقتي. كان طعمه بجد جميل جدا، وحركة البصل والطماطم والبهارات ما بتخلي الطعم يخف معاكي، طعم الدهون بيخف معاكي. شايفين انا قطعت طبعا المنديل بالشكل دوت. لازم تقطعيه كبير وتلفيه كويس اكنك بتلفي ورق عنب. لازم تقفلي عليه من الجناب، شايفين اهو، لازم تقفلي عليه من الجناب علشان خاطر الكفتة بتاعتك ما تخرجش بره، وتلفيه كذا لفة علشان خاطر لو لفتي لفة صغيرة بيفك والكفتة كده هتطلع منه. فاهميني؟ لازم تلفوا الصباع الكفتة في قلب الطرب كذا لفة. خلاص بقى الطرب معانا جاهز وشكله جميل جدا بجد يفتح النفس. وكان اتفضل حتة كفتة كبيرة ما شاء الله. عملتها صباع كفتة اهوت. الكفتة معايا اهم حاجة ان هي ما بتقعش منك كده وانتي بتصبعيها. يعني الخلة دي بتبقى رفيعة جدا، اللي هو بتاع الشيش طاووق، فممكن تقع منك على فكرة لو انتي مش ظابطة اللحمة بتاعتك. بس بجد ما شاء الله بتطلع معايا مظبوطة. وشوية مية بصل كده فاضوا حطيتهم على وش الطرب، بس ما ينفعش اللي انا احط على الكفتة خالص الا تسيح مني. لازم تقلبيه بقى على الجناب عشان ياخد السوا من كل الجناب. تقلبيه شمال ويمين وتوقفيه على الجناب بتاعته كده علشان ياخد السوا من جميع الاتجاهات، والدهون بتاعته برضو تخف من عليكي كده شوية، يعني تنزل كده برضو وتسيح. ودولت شوية طحينة عملناهم سلطة الطحينة. هتعمليه وهتعملي تعمليهم كده في السندوتشات، بجد بيبقى طعمه حلو جدا. هنجيب بقى العيش نسخنه على الشواية ذات نفسها، مش على البوتاجاز، لا على الشواية. ليه؟ علشان خاطر الدهون اللي هي بتاعت الطرب او الكفتة، العيش بياخد نسبة منها، فبيبقى طعمه بجد طعم السندوتش بيديكي كده مذاق حلو قوي، بجد بيديكي طعم حلو. بنحط في السندوتش بقى شوية طحينة كده عند التقديم، بس انا عشان بصور فحطيت على طول، لكن عند التقديم بقى بتحط الطحينة علشان العيش ما يشربش منك الطحينة بتاعتك. وهنعمل برضو الطرب نفس النظام اهوت، نعمله برضو سندوتشات، والعيش بتاعه برضو هنسخنه على الشواية ذات نفسها. هو العيش على فكرة مش هينشف منك علشان احنا يعني تقلبتين كده، مش اللي هو بنسيبه كتير على الشواية. بجد الكفتة والطرب كان طعمهم حلو جدا. والطرب الميزة فيه ان الخطوات اللي انا عملتها خلت الدهون، نسبة الدهون تقل منه. شايفين شكل الطرب اصلا تحفة، بجد جميل جدا. عجبهم الكفتة والطرب ما شاء الله. اعملي حاجتك كده في البيت بجد بنظافة بقى، بنظافتك بنفسك هيطلع الاكل بتاعك تمام التمام. واهل بيتك هيحبوه، مش هيحبوا على فكرة يشتروا اكل من بتاع بره. كان كفتة، ان كان فراخ مشوية، برجر، اي حاجة اللي هي بتاعت بره، كشري، اي حاجة بجد. بيتزا بنعملها في البيت كده لاولادنا بتأني وبنظافة، وعارفين مصدر الحاجة ديت، وبنكون غاسلين ايدينا، الحاجة بتكون نظيفة وزي الفل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك.